السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسئلة وأسئلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عليك يا رسول الله. القرآن الكريم في كتابنا يقول: إن كفيناك المستهزئين، أي كفيناك المستهزئين يا محمد، أي أنك بأعيننا يا محمد يا رسول الله. وعندما استهزأ المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام أبي جهل، فكان رجل له مال عند أبي جهل، فقال: أريد مالي من عند عمرو ابن هشام. فاستهزأ المشركين جميعا وقالوا: أتريد مالك أيها الرجل؟ أتريد مالك أيها الرجل؟ قال: نعم، دلوني على أحد أذهب إليه يأتيني بمالي من عمرو بن هشام. وكان عمرو بن هشام هذا شديد وصلب وعنيد، وكان معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: أتريد مالك؟ قال: نعم. فشاوروا على سيدنا محمد من بعيد وقال: هذا الرجل الذي يجلس هناك إنه من يأتيك بمالك من عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال له: يا رجل، إن القوم دلوني عليك أنك سوف تأتيني بمالي من عند هذا الرجل اللي هو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعال معي. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت عمرو بن هشام وترك عليه الباب. فعندما ترك عليه الباب قال: من؟ قال: محمد. ماذا تريد يا محمد؟ ففتح الباب فقال: اقضي لهذا الرجل دينه، اقضي لهذا الرجل دينه. فدخل عمرو بن هشام إلى البيت والمشركين ينتظرون بالخارج ما رد الفعل الذي سيحدث. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطرد ويضرب من عمرو بن هشام؟ ولكن كانت المفاجأة أن دخل عمرو بن هشام وأتى بالمال ثم أعطاه إلى الرجل، وفر الرجل مسرعا وأخذ المال في حضنه وذهب يهرول في الشارع. فقال له المشركون: أعطاك مالك؟ قال: نعم. نعم الرجل الذي دلمتموني عليه. قالوا: نعم، أعطاك مالك؟ قال: نعم، أعطاني مالي. فذهب جميع المشركين جمعوهم على عمرو بن هشام يقولون: كيف ذلك؟ إنا بعثنا لك محمدا عند بيتك وجبناه لك هدية يا حد عندك، ماذا تفعل؟ تقضيه ماله؟ تقضي له دينه؟ قال: إني رأيت محمدا كوجه الأسد، إني رأيت محمدا وجهه كوجه الأسد، إن عصيته أمرا فتكني بأنيابه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة وجه النبي صلى الله عليه وسلم كوجه الأسد، فخاف وارتجف منه أبو جهل. وكان هذا من آيات الله سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وكانت للكافرين حسرة وقت هذا الموقف. وفي موقف آخر قال أبا جهل: إن رأيت محمدا يصلي في حجر الكعبة لأطأن رأسه بقدمي هذا، لأطأن رأسه بقدمي هذا. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودله المشركين وقال: تعالى يا أبا جهل، فإن محمدا الآن يصلي في حجر الكعبة. فذهب إليه أبا جهل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع التحرك، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. فقال له: يا أبا جهل، محمدا أمامك، لماذا لا تضع قدمك فوق رأسه؟ قال: إني رأيت خندقا من نار وأجساما عظام، فإن اقتربت من محمد وقعت في هذه الحفرة من النار، وإن أردت أن آذيه فتكني هذه الأجسام العظام. فارتجف وخاف وارتعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم وحماية ربه له. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم دائما وابدا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في فلسطين. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.